السلام عليكم. الأكيد أن البارح كلشي شاف هاد الفيديو ديال هاد البقر البرازيلي اللي هرب وكيدور في شوارع الرباط، وبالضبط من الرومبا اللي قريبة لشارع الحسن الثاني اللي قريبة بزاف لمحطة أكدال. هادشي اللي طال استغراب المرة، ولكن اللي طال استغراب المرة بزاف هي ديك الكشكوشة اللي خارجة من الفم ديال هاد البقر. واش فعلا كيأكد أن هاد البقر البرازيلي مصاب بجنون البقر أو لا؟ تبقى علامة استفهام. نشير إن المملكة المغربية استوردت أكثر من 2800 رأس جاموس برازيلي، والهدف من هذا الاستيراد أنه نقصوا من نقص الحاد اللي كاينة في اللحوم الوطنية، وكذلك ضمان انخفاض الأسعار. نشير أن اللحم وصل حتى ل100 درهم، هادشي اللي فاق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. ويبقى الحل هو استيراد الجاموس البرازيلي اللي كيبان لينا أنه عبارة عن كادر، يعني ما صحاش، كادر هزيل والجودة الله أعلم، وأصلا شكلا ماشي بقر، هذا جاموس برازيلي. نسأل الله السلامة من هذا البقر هذا. كنشكركم على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تبخلوش علينا بالدعم والاشتراك لمزيد من الفيديوهات الهادفة، وشكرا لكم على المتابعة الدائمة والمساندة، وشكرا.